ويا مساء الخيرات، يا مساء العسل، يا مساء الجمال. كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى مبارك عليكم جميعا. النهاردة يا جماعة هعمل طاسة التشويحة دي اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كبد وكلاوي وقلوب. وانا هنا بوريكم هنا الكلاوي عاملة ازاي، قطعتها صغير زي ما انتم شايفين، وكمان فيها كبد على الوش، وكمان الكبد مقطعاها طرنشات عشان ابقى عارفاهم. بقطع كل واحد حاجة مختلفة عن التانية، بس برضو الشرايح متبقاش تخينة عشان كله يبقى سوا واحد. وهنا معايا دي حتة سمينة كده. والقلوب يا جماعة انا سلقتها وبتتنضف برضو، لو لقيتي دم فيها طبعا بتنضفيها قبل ما تسلقيها. وقطعتها، ده قلب منهم اهو، وقطعتهم طرنشات زي ما انتوا شايفين، او دواير زي ما انتوا شايفين برضو. فالمهم هنا بوريكم حتة اللي هي او حتة الدهنة اللي بتتحط. ويلا بينا بقى نشوف يا جماعة هنعمل ايه في الطاسة بتاعتنا دي. هنا قال يعني ايه، بعلمكم بقى ان هي هتتقطع ازاي يعني. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، بحيث ان في ناس ما بتحبش القلوب، فانت بتبقى عارفة القلب انت مقطعاه بايديكي وعارفة هو انهي واحد، فما تحطلوش في السندوتش بتاعه القلب بتاعه. هنا بقى انا كنت سلقاه بصراحة واكلت حتة منها عشان اقول لكم ان ده مش نص سوا، هو يعني يعتبر مستوي، لان الموضوع كله تشويح يا جماعة. والحاجات الباقية النية دي اساسا ما بتاخدش معانا تشويح كتير. تاني حاجة بقى هنا دي الدقة اللي احنا هنعملها، اللي هنشتغل بيها الطاسة بتاعتنا. ودي عبارة عن توم، عندك 6 فصوص توم حطي، عندك 4 حطي، بس هي بتحب التوم وانا عندي توم كنت حاطاه في الفريزر سليم زي ما هو، فطلعته وقسمته نصاص. هنا معايا فلفل احمر بارد، والفلفل الحامي هو زي ما انتم شايفين حتت صغيرة علشان خاطر الاطفال والكلام ده، وفلفل اخضر برضو. ايه الكلام ده كله يا جماعة هيتدق في المدق اللي انتم شايفينه ده، وهنقعد ندق كده لحد ما الحاجة تبقى ايه، دبلانة معانا كده. لو عرفتي بقى تقطعي كمان الحاجات دي تقاطيع صغيرة يبقى افضل. وهنا بقى معايا التوابل يا جماعة، هي عبارة عن حبة فلفل اسود، كمون، كزبرة، والملح بتاعي، مش اكتر ولا اقل. كل ده في المدق بتاعنا، وهنبتدي ندق لحد ان شاء الله كده ما يدبل معانا ويبقى كله كده هريسة في بعضه. تاني حاجة انا برضو يا جماعة حطيت عليه خل، لاني ما كانش عندي ليمون، لكن لو عندك ليمونة فهتحطي ليمونة كاملة. وهتدقي الليمونة ليها عامل كويس جدا في المزازة بتاعت التشويحة دي، بتدي تيست حلو قوي. والخل نفس الكلام يعني نفس التيست، ما تقلقوش. معايا هنا بقى هريسة الفلفل الاحمر دي، انا بصراحة بحب اضيفها للحاجات بتاعتي، للتشويحات بتاعتي، لان بيبقى برضو فيها نسبة توم كده وليمون، وفيها يعني هي اللي بتبقى طعمها بصراحة لذيذ وريحتها حلوة في الاكل. فانا حطيت معلقة برضو، هي برضو مش حراق الحمد لله. وده المنظر بتاع الدقة بتاعتي. هنيجي بقى هنا في الطاسة يا جماعة، اهم حاجة تبقى الطاسة سخنة جدا. هنا مبدئيا حطيت المادة الدهنية بتاعتي، وكمان هحط معلقة سمنة اهي. المفروض ان دي سمنة بلدي، فيها هحطها بقى علشان برضو ايه التست يعلى معاكي كده. وهتحطي كمان زيت كمان عشان تبقي فاهمة يعني. اهم حاجة في التشويحة دي المادة الدهنية بتبقى فيها كتير كتير، ليه؟ لان هي بتتشوح يعني، بصوا فاهمين الكلام. وفي الاخر كده كده احنا مش هناكل، لا مش هناكلها، احنا كده كده هتتساب في الطاسة وتطلعي الاكل بتاعك. هنا اهم حاجة، بصوا بعد ما خدت التشويحة كده كل حاجة كشت كده ورجعت في مكانها الطبيعي، حطيت حبة زيت اهو. وهنبتدي بقى ننزل الحاجة بتاعتنا. بس اهم حاجة بقى بسيب الزيت كده ايه، يسخن برضو شوية. وهناخد معلقة من الدقة اللي احنا دقيناها سوا زي كده اهو، وهنشوحهم بقى. ويا ريت تشموا معايا الريحة يا جماعة، او ماي جاد على الريحة، تحفة تحفة تحفة. الكزبرة بقى والكمون والفلفل والثوم والحركات، بصراحة كان ريحة حلوة قوي قوي قوي. المهم هتشوحي كده اهو، كده طلعت ريحتها وكل حاجة، طلعت ريحة الأكل بتاعها. والله يا جماعة أنا حتى الآن مش عارفة، فصلت الفويس كذا مرة اللي أنا عمالة أسجله علشان صوت الكلاب، صوت التكاتك. المهم يا جماعة، المهم إن أنا بنزل الحاجة اهي. وخدوا بالكم الحاجة المفروض الحاجة بتاعتنا المفروض ما يبقاش فيها مية بتاعتها أو كده، عشان احنا عايزين تاخد الصدمة بتاعتها. فيها ننزل الحاجات كلها مع بعضها كده، يتصدموا صدمة جهنمية زي بعض. بنزل اهو. اهم حاجة تبقى الطاسة عندك واسعة،
والزيت يبقى كتير او المادة الدهنية تبقى كتيرة علشان عشان ما تنزلش مية منك وكده، وتعلي النار طبعا. سوري كمان مرة. بس انا هنا بزود زيت اهو، ما تقلقوش من موضوع الزيت خالص او السمنة او ايا كان، لان انتوا ما تعرفوش بره هي بتتعمل ازاي. من بره عايزه اقول لكم ان هما بيقلوها في الزيت كده بالحاجة، عشان كده انتي بتحبيها. غير طبعا الريحة بتاعت اللي هي المادة الدهنية بتاعتهم. بصوا بقى هنا نقلتها على العين الكبيرة علشان تظبط معايا. بصراحة بحب اشتغل على العين الكبيرة في التشويحات وكده. فبصوا اختلاف الالوان كمان. بصوا بعد التشويح شوفي سامعين الصوت. والحمد لله الاتوبيس عدى يا جماعة اللي كان عامل الصوت. هنا بقى هنزل فصين مستكة، والمستكة طبعا في اي تشويحة لحمة او كبدة او اي حاجة بتدي يا جماعة طراوة وطعم حاجة رهيبة. وهنزل القلوب بتاعتي برضو تاخد التشويحة ويظبطوا الدنيا مع بعض كده. وما تنسوش ان هي برضو فيها دهون كده اهي، فعلشان برضو الدهون تبتدي تسيح. وعايزة اقول لكم ان الريحة كانت حلوة جدا جدا جدا. طبعا انا اساسا كنت بتخانق مع العيال بقى هنا بقى، فايه بصراحة انا كان نفسي تسمعوا الصوت تشموا الريحة. بس بصراحة كان الريحة عالمية. بصراحة كانت الريحة حلوة جدا. واصلا التشويحة دي بتبقى اول، المفروض ان بتبقى الفطار بتاع العيد الكبير، وانا ما عملتهاش في الفطار، بس الحمد لله عملتها هو في الغدا. فكل سنة وانتم طيبين. هنا بقى لو عندك الفلفل الاخضر كتير، انا عندي فلفل اخضر كتير بس طلع حامي، فطبعا ما حطيتش فلفل اخضر كتير عشان خاطر الولاد. بس لو عندك كتري بقى انتي فلفل اخضر كتير، بيدي حاجات حلوة قوي يعني. وهنا بقية التتبيلة بتاعتي نزلتها في الاخر. يعني في الاول بتنزلي وفي الاخر بتنزلي. وحبة خل بقى كده في الاخر بيخلوا يعني. بصوا اعمليها بس بالتركات اللي انا قلت لك عليها دي يا جماعة، والله العظيم حاجة قبها زي ما بيقولوا كده. مش هتحتاجي تاكليها من بره. ايه رأيكم بقى؟ ايه رايكم؟ عماله اقلب بقى، وبعد ما اقلب كده اقول يا بت ايه دوقي. دقت اهو اول واحده. طبعا انا لو صورتكم صوتي كنت بقول الله. ده انا دقت حته من الكلاوي، ودلوقتي هختار تقريبا حته من القلب ادوقها. عايزه اقول لكم الحاجه ما خدتش 10 دقايق تشويح. 10 دقايق تشويح. اهم حاجه ما تقفليش عليها، لو قفلت عليها هتنزل ميه ومش هتبقى متشوحه، هتبقى مسلوقه. يعني اهم حاجه انت تفضلي تقلبي ايدك فيها كده طالما هي خدت الصدمه بتاعتها ايدك فيها. وخلاص. في ناس بتعملها بالبصل، انا مش مع الناس دي. مبدئيا عيالي ما بيحبوش البصل في الاكل، ف بعملها دي طريقتي يعني. بس البصل لو بتحبوا البصل طبعا اعملي بصل، ما تعمليش بصل اللي بيخليها برضو جهنميه. هنا كان معايا واحد توم كده وقلت يا بت حطيه مش مشكله، وحته فلفلايه حاميه، لان انا لما دقتها لقيتها مش حاميه الحمد لله، فقلت لا خلاص هزوده مش مشكله يعني. فالتركات والاضافات دي بترجع ليكي يعني. الحاجه لو ليا انا هعملها حاميه، لاني انا بصراحه لما باكل الحاجات دي من بره بتبقى ملهلبه وجميله، واي احلى حاجه بصراحه فيها ان هي بتبقى حاميه. بس عشان خاطر طبعا انت بيبقى معاكي الولاد بيبقى الوضع مختلف. هنا يا جماعه المفروض ان انا قفلت عليها، بقفل عليها يعني. وتعالى اوريكم بقى قدمتها ازاي. عايزه اقول لك بقى ان طريقه التقديم بتختلف من شخص لاخر. انا هنا قطعت عندي كزبره او بقدونس وغسلتهم طبعا وحطيتهم. بصوا الطاسه يا جماعه وجمالها. بصوا اساسا شكلها ومش غامقه، فاهمني؟ فاتحه كده لذيذه كده، واخده كده لون ذهبي جميل. اعملوا التركات دي يا جماعه. معلش لو كنت رغايه معاكم شويه. كان نفسي اطلع الحاجه بالصوت بتاعها، بس بجري المقاطع معظمها بتتجرى عشان مش عايزه اطول عليكم يعني. وفي نفس الوقت عارفه ان في ناس كتيره بتزهق وعايزه الحاجه من الاخر يعني. هنا انا حطيت الطبق ده كده اهو. العيال بقى كانوا بيلعبوا بره، فانا اتفقت معاهم ان انا اعمل لهم سندوتشات. وهنا بقى بحط الحاجه. بصوا يعني انا مش هتكلم، انا يا جماعه مش هتكلم. الحاجه بتفرض نفسها. منظر رهيب. هنا طبعا برضو انا اكلت لوحدي. طبعا اكيد مش اكلت الكمية دي، بس الكمية دي انا حطاها علشان انا فرقت الطبق، وعشان برضو لزوم التقديم والكلام ده يعني. فايه رأيكم في الجمال العسول ده؟ انا طبعا بص الطبق يا جماعة اشتهيته والله. طبعا بعت الواد يحيى اشترى عيش فينو علشان هو كان نفسه في العيش الفينو يعني.
مع ان الاكله دي عايزه عيش بلدي، بس قلت طالما هما طالعين بره وكده فمش هينفع عيش بلدي عشان ما يقعدش ينقط منهم وكده يعني. فالمهم انا بقى بفتح العيش الفينو بتاعي بالمقص، والتجربه دي تجربه حلوه قوي بدل السكينه. السكينه بتخلي فيه فرافيت جواه وكده. فالمهم بقى انا حطيت العيش الفينو، في العيش الفينو الحاجه بتاعته اهي. واتعمدت ان انا ما احطش بقى فلفل والكلام ده، لان الحاجات دي الولاد بيطلعوها برضو. وعملت لهم هنا 2 سندوتش، وبعد ما اكلوهم وبعدين جولي بقى هم واصحابهم، رحت عامله لاصحابهم تاني. وعزمت بقى اصحابهم كمان على الحاجات دي، يعني ما اكلناش يعني كلهم اكلوا كده مع بعض. فادي السندوتشين اهو. الجمال ده عظمه على عظمه يا ست، زي ما بيقولوا كده. ما خدتش في ايديكي 10 دقايق وهتأجلي بقى جوزك بقى وعيالك حاجة حرشة زي ما بيقولوا كده. والحاجات دي ضاني يا جماعة. يعني اساسا اعضاء الضاني بتبقى صغيرة واحجامها صغيرة، فمش محتاجة منك ان انت تعملي حاجة اوفر، ومش عايزة تتبيلة كتير علشان ما تضيعيش ريحة الضاني فيها، لان بيبقى ليها ريحة كده مختلفة عظيمة. ايه رأيكم مع الكرز؟ كل حاجة استوت مع بعضها وفي نفس الوقت مفيش حاجة بتشد، كل حاجة استوت، حتى الكبدة استوت ما بتاخدش وقت خالص. القلب اهو بصوا، تاخدش اكتر من 5 دقايق على النار. كلاوي بموت فيها بموت فيها. انتظروني في حلقة الطحال يا جماعة، عشان انا حلقة الطحال دي حب سنين. سندوتشات الولاد. مهم. ايه رأيكم بقى؟ طبعا الحاجة دي عايزة سندوتشات، بس انا مش هاكل سندوتشات طالما انا في البيت. مش هاكل عيش فينو برضو، هاكل عيش بلدي وبس. هو ده الغدا بتاعي. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم في عيد أضحى مبارك يا رب العالمين. وعقبال يا رب كده ما اعمل الفتة. كل سنة وانتم طيبين، جربوا الطريقة دي مش هتندموا. بصوا هنا عشان تعرفوا، كل السمنة اللي احنا حاطينها انا مش حاطاها في الطبق، يعني عشان ما حدش يقول حاطه سمنة كتير وزيت كتير والكلام ده، هي بس عشان بس التشويح، فاهميني؟ لكن هي كلها عشان طبعا غلط على الصحة والكلام ده. ف كل سنة وانتم طيبين. باي باي.